هو رامز جلال سوي نفسيا ولا حبه للمقالب ده له اسباب نفسيه وتشخيصات في الطب وعلم النفس؟ طيب رامز بيحس بايه لما بيعمل المقالب دي في الضيوف بتوعه كل حلقه؟ وقبل ما نسال عن شعور رامز، هم ضيوفه نفسهم بيحسوا بايه؟ وقبل ضيوفه هو عموما اي حد بيتعمل فيه مقلب بيحس بايه؟ هجاوبك على كل ده واكتر، بس في البدايه اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس لو عاوز تشوف حلقات تانية في المستقبل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا. طيب انا مش طبيب نفسي، انا مجرد واحد بيحب علم النفس وبيحب التاليف وبيحب الابداع بشكل عام، ولما يختلط الابداع مع علم النفس بيولد تحليلات جديده لتفاصيل صغيره لاشخاص بنحبهم او بنشوفهم باستمرار. ودي حلقه من سلسله الرجل الليموني اللي بنتكلم فيها عن اي حاجه لها علاقه بالتلفزيون باراء نقديه او تحليليه او شخصيه عكس بعض تماما في كل حلقه. وبطل حلقه النهارده هو رامز جلال، الممثل الكوميديان البالغ من العمر 52 سنه. رامز جلال ببرنامجه في رمضان الجاي ان شاء الله هيكمل 15 سنه على التوالي بيقدم برامج مقالب في رمضان على الفطار بالظبط، لدرجه ان الناس اعتبرته شيء ثابت وارتبط معاهم ارتباط شرطي باجواء الفطار ورمضان، زي المدفع كده والعزومات وزي المداح مؤخرا. الناس انقسمت لاراء كتير حوالين برامج رامز وحوالين شخصيته هو نفسه. يعني في اللي شاف البرنامج ده من اساسيات ترفيه رمضان وفرض نفسه بسبب تكراره، وكمان بيقدم ضحك والفه وونس حتى لو افات رامز بدات تبهت ومقدمته كمان. وفي اللي شاف البرنامج ده مليان سفالة من ناحية ان رامز بيتريق على الضيوف بعيوبهم الحساسة اللي مش من حقه يجيب سيرتها، وبيتجاوز معاهم باللمس وبالكلام، وهم كمان بيسمحوا له بالتجاوز الاخلاقي والاهانة في مقابل الفلوس. وكمان اعتبروا ان البرنامج ده من علامات الزيف لان الضيوف بتكون عارفة ان في مقلب حتى لو مش عارفين التفاصيل، وانا بميل للرأي ده اكتر، ولكن ده مش موضوعنا. قبل ما نحلل شخصية رامز جلال نفسيا عاوزين نتكلم عن الشخص اللي بيتعرض للمقلب نفسه، سواء عند رامز او من حد قريبه او من البرامج التانية، من اول الكاميرا الخفية وحيلهم بينهم والحقونا لحد دلوقتي. سلوكيات الشخص اللي بيتعرض للمقلب بتتقسم لمرحلتين. الاولى هي الاستجابه الاوليه اللي بتتنوع بين الصدمه والغضب او حتى الضحك المفاجئ بسبب تدفق الادرينالين ورغبه العقل في تخفيف ضغط الموقف، زي عبد الله بالخير كده ورضا حامد وعلاء مرسي. والمرحله الثانيه هي التقييم الثانوي، بيبدا فيها المتلقي يقدر المكاسب والخسائر بتاعه المقلب، ولما بيتم تقييم المقلب انه خطر بتقاضي الضحيه صاحب المقلب بغرض الانتقام منه باي شكل من الاشكال، زي ما عمل عبد الناصر زيدان كده مع رامز. بس هو ما كانش الدافع بتاعه الانتقام او الغضب قد ما كان هدفه هو التعويض المالي، الراجل كان عايز فلوس. ولما بيتم تقييم المقلب انه امن بيبدا المتلقي يدخل في مرحله المتعه. ولو اتكلمنا عن انواع المتعه او المكاسب اللي بيتعرض ليها ضيف المقلب فهم بيتقسموا ل5 انواع. اولا متعه التنفيس، وهي متعه مؤقته وارتياح واطمئنان ان المقلب خلص واخره اتعرف وما بقاش فيه ضرر بعد كده، وبيعملها العقل علشان يخفف التوتر والضغط، وبتظهر في ان الضحيه يسلم على صاحب المقلب او يجيله كريز الضحك زي ما اتكلم. ثانيا متعه الانتماء، وهي متعه القرب والاحساس بانك جزء من الشخص اللي عمل فيك المقلب وانه عمله فيك بغرض الضحك بسبب ثقه وعشم مبني بينكم، ودي بتكون بينك وبين الشله او التيم اللي انت منتمي ليه او بينك وبين قرايبك او صحابك او زوجتك. ثالثا متعه الاداء، وهي متعه الشخص اللي اتعرض للمقلب بسبب انه هيتشاف على التلفزيون او هيتشهر او هيضحك الناس حتى ويبسطهم. ولو اتكلمنا بالتخصيص عن جزء متعه ان الشخص يبقى ضحيه وبيتهان وبيتبهدل في سبيل انه يضحك الناس، دي حاله اسمها الجيتوفيليا. الدراسات بتقول ان صاحب الحاله دي مش بيكون حابب انه يتهان قد ما هو بيكتسب ثقه في نفسه، انه قد ايه الموقف اللي اتعرض له ده كون انه جاب ضحك ده معناه انه جامد، وغيره لو كانت هان نفس الاهانه او وقع نفس الوقعه ما كانش هيضحك الناس كده. دي كانت معلومه على الهامش. واول وثالث نوع من انواع المتعه اللي ذكرناهم دول سايدين اكتر في ضحايا برامج المقالب اللي بتتصور في الشارع من ايام الكاميرا الخفيه لحد برامج السوشيال ميديا بتاعه الهلالي شو ورمضان الطوخي. وصاحب المقلب اخره معروف وضحيته غلبان ما بيكونش مستني فلوس. اما النوع الرابع معانا هو متعه الخضوع والاذلال، مش هنتوقف عنده كتير لانكم فاهمينه كويس. النوع الخامس هو متعه المكسب الثانوي، يعني المكسب المادي اللي هيعود على ضحيه المقلب، سواء بقى من فلوس البرنامج او اي مكاسب تجاريه هتتبني على الحلقه، سواء اعلان مرتبط بالبرنامج او ضمان انه هيبقى ضيف في الموسم اللي بعده واجره هيزيد، او زياده اجره عموما في شغله كل ما تنجم اكتر. وده النوع السائد باكتساح والنسبه الاكبر في باقي المتع بين ضحايا برامج رامز. ونيجي دلوقتي لسيكولوجيه رامز جلال. لو بصينا على رامز هنلاقيه بيهتم بشكله لدرجه المبالغه اللي هي اصلا مش متناسبه مع سنه، وبيتعمد السخريه من كل الناس، وبيعشق المقالب حتى بره البرنامج بتاعه بشهاده زمايله واصحابه واخوه وبشهاده احمد كمال ومروان سري. كمان رامز بياخد البرسونا بتاعه الشخص التافه المراهق اللي صوته عالي وبيضحك كتير. اما لو جينا في برنامجه هنلاقيه ثابت على افيهات مش مضحكه ومقدمات ثابته كنوع من الترحيب الموسمي في افتتاحيه كل حلقه، واغنيه بتتغنى على لسان الضيف في اخر كل حلقه بيجبر الضيف عليها علشان ينتهي المقلب او على الاقل علشان يختم بيها الحلقه. وده بيكون فيه نوع من انواع ابتزاز الضيف والافتراء عليه بس مغلف بشكل كوميدي ومقبول. ولو جينا نحلل الخلطه دي نفسيا
هنلاقي قدامنا حاجات كتير بديهيه الكل مستنتجها، زي الساديه والنرجسيه والتصابي. هي فعلا حاجات موجوده ولكن بدرجات بسيطه. لكن عندنا النهارده في الرجل الليموني تشخيصات محتمله اقوى ومعقده اكتر. بس قبلها عاوزين نستبعد ان رامز جلال مسؤولي بالله عليك، سيبك من الحوار ده. خلينا متفقين ان تكرار رامز لبرنامجه بنفس القواعد من اللبس والشعر الملون والمقدمه الكرنج والاغنيه الكرنج في قفله الفيديو والتتر اللي بيغنيه بصوته، الدافع الاكبر لكل ده هو نجاح البرنامج تجاريا. فهو بيستمر على نفس الوتيره بنفس العناصر والقواعد دي علشان يبني عاده عند الجمهور في شكل مواسم بنظام ثابت يتربط في دماغ الناس، لان الناس اتعودت على ده. هو بيلتزم بالعاده، يعني كانه بيكون علامه تجاريه ليه. بس لو جينا للاسباب الفرعيه لكل اللي قلناه، هنلاقي رامز بشكل كبير مصاب باضطراب السخريه من الاخرين اللي اسمه كاتاجيلاستيسيزم، واللي هو باختصار اقتناع عند رامز ان المقالب المؤذيه والسخريه بشكل عام من الشخص ده امر طبيعي بين الناس وصحي، وان اللي ما يتقبلهوش هو اللي عنده مشكله، ومش بيميز ان كانت السخريه دي حاده او مناسبه لشخص وشخص، لا، انما بيشوف نسبه سخريته واحده وتمشي على الكل، سليم بقى، عيان، صاحبه، غريب عنه، كلهم سواسيه. ولو جينا نحلل مظهر رامز من بره، هنلاقي ظاهره اهتمامه بشعره ولبسه ليها اكتر من تفسير. الاول هو تاثير الطاووس اللي بيكون قايم على المظهر المبهر لتشتيت انتباه اللي حواليه عن اي ضعف في ادائه قدام الكاميرا او قدام الناس او حتى قدام الضيف في برنامجه، فبيكون جذب انتباه مسبق لشكله وصرف انتباه عن اي اخطاء تانية. وكمان بيعزز البرسونا السايكو اللي هو واخدها، زي بعض المغنيين كده في حفلاتهم، زي احمد سعد لما لبس شبك هو ومحمد رمضان وعمرو سعد اخوه وسعد المجرد وغيرهم. وكمان من اسباب استخدام رامز لتاثير الطاووس اللي بيداري من خلاله تاثير كبر السن عليه هو التصابي. والتصابي او عقده بيتر بان في علم النفس التحليلي هي عدم الاعتراف والاستسلام لحدود الواقع والعمر والصحه والموت، حاله من الانكار بيعيش فيها الشخص وهو حاسس انه لسه ما كبرش او ان حياته لسه ما بداتش مهما كبر، حاله بيهرب بيها الشخص من مخاوفه عن المرض والموت والعجز وتغير الشكل. والتصابي عند رامز جلال هو سبب من اسباب انه يعمل مقالب في الناس، لان المقالب في حد ذاتها هي سلوك طفولي منزوع منه الجديه تماما، وبرضه لان الجديه مرتبطه بالحدود اللي بينكرها المتصابي. غير كده بنلاقي اضطراب تاني مشتبه فيه ولكن مش اكيد، وهو ادمان النكته المرضي، وهو بيكون اضطراب عقلي اكتر ما بيكون نفسي، وبيكون صاحبه شايف ان افهاته بتضحك جدا ومؤمن بيها جدا وبيكررها بشكل قهري. ولكن هنلاقي الاضطراب ده بيتاكد وبيظهر جدا عند حد زي الخليل كوميدي مثلا. هنا بيتحول التشخيص مش بس محتمل، لو بنتكلم عن الخليل كوميدي فهو ده تشخيص اكيد. هنلاقي الخليل كوميدي مثلا مش بيتعمد يسخف على الجمهور قد ما هو مقتنع ان كوميديته عبقريه وكوميديا غيره اقل منه كمان. من التشخيصات المحتمله برضو عند رامز هو اضطراب التحدي المعارض، تقريبا اسمه ODD، وهو بيتسم بالنديه واستفزاز الناس اللي قصاده بالمقالب ولكن بدافع انتقامي مش بدافع المرح. وده محتمل يكون كان عنده وهو مراهق، حتى هتلاقيه حكى مع السقا انهم كانوا بيفكوا عربيه دكتور معروف وكانوا بيأذوا مش عارف لعيب مين، فهتلاقي الاذيه دي موجوده. واخر سلوك هو التدفيه. رامز بيلبس البرسونا التافهه وبيظهرها عموما من بدري علشان تكون مبرر مسبق وغلاف حمايه من غضب الضيف، وبالتدفيه ده بيحسس الضيف ان الجديه هي اللي غلط وان البديهي هو التفاهه، زي ما قلنا بناء على اضطراب السخريه. واخر حاجه، رغم مخاوف رامز من الشيخوخه والجديه والمسؤوليات، بيظل عنده جزء من النرجسيه بيخليه يبتز الضيف في نهايه البرنامج وبينتزع منه مدح قصري سواء في لون شعره او شكله ويخليه يغني له بالعافيه، وكل ده علشان يعزز متعته، وفي مقابل ده ان المقلب ينتهي. وكمان ده بيكون فيه شكل من اشكال الاحراج للضيف، فما ينفعش الضيف يعمل مشكله وسط كاميرات وزحمه، فالضيف بيضطر يغني. وكمان الضيف بيكون مكسور عينه انجاز التعبير بالفلوس اللي واخدها. وبكده يكون الرجل الليموني شخص مشاكل رامز جلال النفسيه. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه قول لي في كومنت متفق معايا ولا لا، ورشح لي شخصيات تانية نحللها نفسيا. وعندك اكونتاتي الشخصيه في الوصف لو حابب تتواصل معايا، وعندك كمان بيج واتساب الشغل تقدر تكلمني من خلالهم لو محتاج تعمل فيديو اعلاني بالذكاء الاصطناعي لشغلك مهما كان مجالك. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.